وسهلا فيكم مستمعينا ومتابعينا متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5. أيضا مشاهدينا عبر البث المباشر بوير عربي، يسعد مساكم، إن شاء الله تكونوا بخير وسلامة. حلقة جديدة من برنامج صحتك بالدنيا، رح كون أنا معكم عماد خلف من وراء الميكروفون، وزملائي بالكنترول أرينو بالو ولافا. زملائي أو مستمعينا للي عم يسمعونا، طبعا حابب أذكركم أنه موعد برنامجنا صحتك بالدنيا رح يكون يوم الاثنين من كل أسبوع الساعة 7:15 بتوقيت مدينة قامشلو. رح نستضيف فيه أطباء مختصين، رح نحكي كل يوم تنين عن موضوع مهم كتير، واليوم موضوعنا جدا مهم، وضيفنا أيضا عزيز على قلبنا هو الدكتور عادل حسين، اختصاصي بجراحة القلب وأوعية الصدر. خلونا نحن وأنتو نرحب بضيفنا الدكتور عادل حسين. يسعد مساك دكتور. يسعد مساكم. اهلا وسهلا فيك دكتور بين بلدك. طبعا حابب نوه على النقطه انه الدكتور هو مقيم دوله المانيا، وقادم لمدينه قامشلو لحتى يخدم ابناء بلده. رح نحكي على هالموضوع هذا وسبب مجيئه واستقراره بروج افا ومدينه قامشلو، مدينته اللي هو كان منها يعني. دكتور عادل، اخترنا اليوم لنحكي عن موضوع مهم كتير، هو موضوع البطاريات، بطاريات القلب، أو خلينا نسميه إذا جاز التعبير الاصطلاح العلمي ناظم لضربات القلب، أو ما يسمى المفهوم الأصح يعني. بداية دكتور رح يشرح لنا يا ترى شو هو بطارية القلب كتعريف، ما هو آلية عملها، رح يحكي لنا اياها الدكتور. لكن قبل ما نبدا بموضوعنا، اي حدا عنده اي سؤال بمجال جراحه القلب فيكم تنضموا لنا عبر الرقم الارضي 429 101، ايضا عبر الواتساب 093 82 80 81 4. عبر البث المباشر يلي برات البلد فيكم تكتبوا اي سؤال على البث المباشر ورح نطرحه على الدكتور عادل حسين، اختصاصي بجراحه القلب واوعيه الصدر. كتعريف دكتور، البطاريات شو هي؟ البطارية هي عبارة عن البطارية بالمفهوم الحالي هو عبارة عن كمبيوتر يرسل شحنات كهربائية للقلب عن طريق سلك. بداية ما كانت هالكمبيوتر موجود من قبل عن مولدة ترسل شحنات فقط عبر السلك. هاي البطارية أول مرة صنعت كانت بطاريات خارجية بصراحة، كان بيحطوها عن طريق سلك، يفتحوا الصدر يحطوا سلك على القلب ويربطوها بالبطارية. بطارية إذا القلب ضرب ما ضرب عم ترسل شحنات منتظمة، يعني بحوالي الدقيقة نقول 50-60. أول بطارية وضعت للإنسان كانت بالسويد بصراحة، كانت عام 1958 حوالي 58. هالبطارية كانت توزن حوالي 7 كيلو. تصور إنسان يشيل 7 كيلو كان بيحطوها على طاولة والمريض يدفشها وهذا المريض معلق. صعب كثير طبعا. هالبطارية يعني كل فترة قصيرة كان عم يبدلوها. بس هذا الإنسان عاش حوالي 40 سنة بعدها كمان. تصور. لأنه تطورت البطارية بصراحة. تطورت البطارية، صارت أصغر، صارت من جهاز راديو موصول بسلك على القلب. بعدين صار تطور أكثر. اللي ساهم في هالتطور هو بصراحة شركة مترونيك بأمريكا، خلتها يعني من موصول بسلك بمولدة تحت الجلد. مولدة نحطها تحت الجلد، بيصل السلك عبر الوريد تحت التربة أو عبر حيلا وريد للقلب، بيعطي موجات هنيك. صار تطوير أكثر، صار فيه كمبيوتر. هذا الكمبيوتر الصغير في كمبيوتر وفي مولدة. هذا الكمبيوتر بحسب نظمات القلب إذا موجودة ولا لا. إذا موجودة ما حيرسل شحنات، إذا مو موجودة حيرسل شحنات. بدأت كسلك واحد، طورت أكثر، صار سلكين. صار سلك أول شيء كان سلك بطيني، صار بعدين سلك أذيني، في تناظم بعدين صاروا بفعل هالتطوير وهالكمبيوتر اللي دخل بهالبطارية. وبعدين صار 3 أسلاك. هال3 أسلاك بالطرفين، أول شيء كان بالطرف اليمين، بعدين صار بالطرف اليسار كمان. هالبطارية حتى تطورت، هلا صارت حتى في بطاريات بدون أسلاك. تمام. كبسولة واحدة بتحطها يعني بجوات البطين. أيوة. تمام. هذا يمثل بطارية بشكل واحد بدون أسلاك. هاي 2016 طلعت من شركة مترونيك اسمها ميكرا، حوالي 10,000 يورو حقها، بس بضل شيء 12 ل 15 سنة. كبسولة صغيرة ما بتجي شيء 30، والله أعتقد كم جرام هي، مو 30 جرام كمان. كمبيوتر صغير بيعطي إشارات
كهربائية مشان يضرب القلب. تماما. مستمعينا، خلوكم معنا بعد هالفاصل الصغير، تابعونا لأنه موضوعنا هو مهم كتير. ضيفنا أيضا جراح قلبية وأوعية الصدر الدكتور عادل حسين. رح نحكي عن مواضيع مهمة كتير، بتمنى الكل يتابع، وبتمنى تشاركوا رابط الحلقة لحتى كل زملائكم وكل أصدقائكم يستفيدوا من هاللقاء المهم جدا. فاصل صغير وبنرجع. أهلا وسهلا فيكم من جديد متابعي إذاعة بوير اف ام على الموجة 103.5 مدينة قامشلو وضواحيها، أيضا مشاهدينا بكافة أنحاء العالم عبر بثنا بوير عربي. حلقتنا وموضوعنا هو عن موضوع بطاريات القلب العامية عم نحكيها. ضيفي الدكتور الأخصائي بجراحة القلب وأوعية الصدر دكتور عادل حسين. حكينا عن تعريف موضوع البطارية وآلية عملها، شرح لنا إياها الدكتور عادل. لكن دكتور، ليش عم يتم إجراء زرع البطارية للقلب؟ دواعي الاستعمال، ومين هن اللي عم يحتاجوا لزرع البطارية؟ لما بدنا نحكي عن دواعي الاستطباب، دواعي البطارية بصراحة، لأنه نحكي عن نظم، شلون نظم يعني نظم القلب عم بيصير. نعم. نظم بالقلب في نوعين من الخلايا، خلايا عضلية هي شغلها عم تقلص مشان تدفع الدم وترجعه، وفي خلايا يعني ناقلة عصبية، هاي هي حوالي 1% عم تسوي نظم للقلب، تخلي القلب يضرب. تماما. مشان الخلايا الثانية تصير عندها تقلص وتدفع الدم وتسحبه يعني. هالخلايا في لها مراكز. المركز الأول هو بالأذين، اسمها العقدة الجيبية، عم تعطي إشارة عن طريق الأذين للعقدة الثانية، هي العقدة الأذينية البطينية. هالعقدة بتستقبل هالإشارة، بتعطيها عن طريق عصبة هس للبطينين، عن طريقين الفرع الأيمن والأيسر، ليصلوا كل الخلايا بالبطين، بقى يتقلص على القلب. أي تقطع بهالمستويات المريض بحاجة إلى بطارية. إذا صار مثلا مستوى الأذيني، معناته الأذين ما بقى يضرب. تماما. إذا ما ضرب الأذين ما حيشتغل البطين، يستنى البطين، إذا ما اشتغل مات المريض. تماما. هاي الاستطبابات يعني ممكن نفصلها على كل مستوى، بس حسب المنطقة اللي أنا شفتها هالفترة السنتين اللي أنا شايفها، إنه بس المريض أيمتى يزرعوا له البطاريات هون، بيزرعوا له البطاريات لما يكون نظم القلب عنده ضعيف كتير. في نظم، ما في نظم أبدا، يعني حوالي 1 2 3 بالدقيقة المريض يصل بشكل إسعافي للمشفى، لازم نحط له بطارية خارجية، لنحط بطارية دائمة، يا انه عنده نظم ثابت شيء 30 40 هذا ما بيكفيه، بقى نحط له بطارية دائمة. بس بأوروبا في بطاريات تنقسم لقسمين صراحة، قسم مشان بطء القلب، قسم مشان تسرع القلب. قسم تبع بطء القلب، في قسم لبطء القلب جانب واحد، بطارية هاي اللي بنعرفها كلنا، بطاريات القلب اللي هون عم نزرعها من هون للشام كمان. وفي قسم لبطء في في بطء جانب وفي تسرع جانب ثاني، لازم ننظمهم خاصة في جوانب القلب. أيوة. هلا لما في مريض قصور قلب، القلب الأيسر عم يدق بشكل متأخر عن الأيمن، عم يتعب القلب تماما. هاي لازم نزرع له ثلاث أسلاك، هاي بسموه CRT، هذا تنظيم القلب الأيمن والأيسر بيسموه. تماما. بقى الجانب الثاني مشان التسرعات، هاي التسرعات ممكن تكون تسرعات كتير خبيثة، وعم نزرع اللي هيك عم يزرع البطارية، بس هاي البطارية بيسموها صادم ديفي. تماما. يعني صار 3 أقسام، بيس ميكر عادي، CRT هذا بيس ميكر للبطينين مع الأذين، وفي صادم ديفي. بس الصادم بكل الأحوال هلا عم يحتوي على البطارية بذاتها يعني. تماما.
إيه، وفي تطورات كتير صايرة يعني. والاستطبابات بصراحة بأوروبا كتير. هون مثل ما قلت يعني استطباب هو إنه خلاص المريض ما عنده نظم، يا نظم ضعيف جدا. مم. تماما. دكتور، كيف بتشخصوا هالحالة هاي المريض اللي عم يحتاج لزعرة بطارية، أو مثل ما ذكرتوا إنه كان مثلا تسرع أو تباطؤ نبض اللي هو يعني كيف شو هي الوسائل التشخيصية عندكم دكتور؟ أول شغلة المريض لما بيجي على الدكتور يا بيجي بشغلة إسعافية مهم. يا بشغلة روتينية. الشغلة الإسعافية إنه المريض عم بيصير دوخان واقع، بيجي على الإسعاف بيسووا له تخطيط مباشرة، بيحطوا له بلس أوكسيمتري، بيسووا له تخطيط قلب ECG ولا شغلات هيك، بيشوفوا ما عنده نبض. أيوة. مباشرة لازم واحد نبض ضعيف جدا، لازم واحد يعني يتفاعل يحط له بطارية خارجية عن طريق سلك خارجي كمان آه عبر الوريد، يا بحط له صادم. مهم. في صوادم يعني بأي مشفى فيه صادم، هذا الصادم تقدر تحوله لبطارية كمان، بطارية خارجية. بس في بلصقات بدون لصقات، المسكات تبع الصادم تحطه على المريض بقى يبعت شحنات من جهة للجهة الثانية مشان يضرب القلب. أيوة. بهالصادم في وظيفة البيس ميكر، يعني البطارية موجودة فيه. تمام. هذا أول إجراء. أما المريض اللي بيجي والله بصدفة إجا عن طبيب، والله أنا دوخان عم بتعب هيك شو بيسوي له والله عندك ضعف كتير بنبض القلب عندك، يعني لازم نحط لك بطارية. هذا المريض هذا ما بده شيء، واحد يستنى ليجيب بطارية وبيحط له البطارية. في شغلات تانية في شغلات انه في امراض بصراحة واحد يتوقعها انه تصير هيك يعني بمراحلها، مثل داء النشواني بالقلب، يعني اغلب المرض بيتحولوا على البطارية. في فتحات قلبية، في جراحات على القلب، في تسلخات الابهر، يعني في التهابات كثيره. المريض عم بيصير معه التهاب يدخل المستشفى طريق المعالجه عم يكتشفوا يا عم نعطيه الادويه عم يتباطئ الاول. تماما. في حتى الكورونا، يعني كورونا يعني واحد بيقول شو علاقه الكورونا بالنظم القلب؟ هلا في كم مريض بالعالم يعني ما وصل 1 2 اظن كانوا حطون بطاريات قلب بسبب حصار القلب تام عندهم. تماما. دكتور، التحضير لمريض زرع البطارية كيف بيكون؟ هي تعتبر عملية أيضا بحاجة لإجراءات معينة، ولا هي إجراء بسيط بينجرى بأي مركز معين؟ لو تحكي لنا عن هالموضوع هذا كمان. ايوه، العمليه حسب المريض وسن المريض، يبقى تمام. حسب حاله المريض. مثلا هلا اذا جينا على الاطفال بصراحه البطاريات بنحكي عن الحاله العامه اللي تمام. كل العالم تعرف. عند الكبار في عندهم حصار قلبي او ضعف نظم قلب، بنجيب بطاريه السلك تبعها سلك سلكين ثلاثه، اللي هون عم ننزرعها بصراحه هي سلك سلكين يعني بالاذين والبطيني. نسوي جرح بسيط، بندخل سلك عن طريق الوريد تحت الترقوة للقلب. بنقيس السلك إذا فعاليته، إذا المقاومة، كل شغلات الحساسية عنده، الشحن اللي بده يعني الأمبير كم أمبير بده، هاي شغلات بنقيسها. إذا كلها كويسة نثبته نحطه على البطارية، بعدين نسكر الجرح. هاي كلها اللي بعرفها. تمام. بس شغلات اللي ما العالم تعرفها إنه هاي البطارية هي اللي بهالوقت ايام زمان كان عم يفتحوا الصدر امامي يا صدر جانبي. ولهلا في فتح الصدر عند الاطفال، لانه الاطفال ما تقدر تزرع البطاريات عن طريق الوريد. لازم نفتح الصدر لانه عم يكبر الولد. تماما. الاسلاك يعني حيشد القلب معه وحيسوي تمزق وحيسوي تمزق بالاوعيه، لهيك عم نفتح الصدر شوي، بنزرع السلك مباشره على القلب. تماما. على العضلة القلبية وزين ولا البطين، في الاثنين. وفي نقدر نسوي يعني 3 أسلاك سلكين نفس العملية. أيوة، هاي الطريقة القديمة اللي الجراحين بدأوها، والطريقة الجديدة هاي اللي نتيجة التطوير هلا الأخصائيين قلبية عم يشتغلوا كمان. تماما دكتور حكيت عن موضوع يعني المفارقة بين الأطفال والكبار. هل الجسم الأجنبي ما بيسبب مشاكل؟ الجسم ما بيرفضه تسوي يعني اختلاطات ما بعد العمل الجراحي كونه جسم أجنبي؟ يعني كجسم أجنبي لهلا ما يرفضوا بصراحة، ما شفنا هذا. بس شو المضاعفات اللي بتصير كأي عملية؟ في عندنا نزف، في عندنا التهاب، في عندنا تمزقات. يعني إذا بلشنا الجرح صغير ممكن ينزف، جرح صغير ممكن يصير التهاب، جرح ممكن يصير فيه هيماتوما يعني تجمع دم. ما بعرف شو بالضبط. أكيد. إيه. لما بنحط الإبرة ممكن نمزق الوريد.
يعني يعني المشكله العالم ما بتعرف هاي الشغلات، ولا القلبيه بيعرفوا أكيد. شغلات. ممكن نسوي ريح صدريه اذا ممكن. دخلنا بالابره، اذا وصلنا القلب، اذا ممكن نمزق الاذين، يعني نبخش الاذين، ممكن نبخش البطين، لانه عدد البطاريات اللي هون بالشام عدد قليل اللي عم يحطوها أكيد. بصراحه. أكيد. هلا اذا رحنا على المانيا بالسنه بتيجي حوالي، يعني مع البطاريات مع الصادم شيء حوالي 100,000. بالضبط. يعني 100,000 يعني بتلاقي عدد كثير كبير. اختلاطات، وبتلاقي كل شيء في عندها. أكيد. بس الشغله الاشياء اللي فيها بصراحه هي الهيماتوما، يعني تجمع الدم. تخثر إيه، علاقات، يعني علاقات الدم. هاي بتصير خاصه الدول المتقدمه عم ياخذوا كثير ادويه، حساسين العالم هنيك. اوسخ شغله بتصير بصراحه هي الالتهاب. هذا الالتهاب شغله كثير مزعجه بصراحه للجراح للقلبيه. نعم. اللي بيتعامل معه هو الجراح بصراحه. طبعا. الشغله حسب القوانين الاوروبيه هذا الجهاز كثير غالي للعالم، يعني حوالي اذا جبنا ارخص شيء هلا 1500 1400 دولار. يعني اذا صار معه التهاب لازم تشيله حسب القوانين الامريكيه، حسب القوانين الاوروبيه تشيلها كلها وتكبها بصراحه. للاسف هاي الحالات صارت معنا بصراحه. شلون يعني؟ صارت معي حالتين، اجوا 3 مرضى عندي بصراحه. اول مريض اجى حطوا له الاطباء هون يعني بطاريه التهبت. قلت له يا اخي رايح جاي، بقول لي ما عندي مصاري. قلت له حسب القوانين الاوروبيه تمام. اللي انا تعلمتها ما بصير اسويها، بس اسوي لك طريقه قديمه. افتح الجرح عندك، اخلي البطاريه شوي تطلع لبرا، تنضف هيك شغله يرتخي الالتهاب، بعدين اسوي لها جيب جديد ونظفت لك البطاريه وحطها 50% بتنجح. قال لي لا. هذا المريض ما اقتنع، قال انت جاي من المانيا اكيد مالك شغل هون جاي لعنا. والله راح على الشام، شالوا البطاريه حطوا بالجانب الثاني، رجع لي قال والله دكتور بخيرك، بكي طلع لي عضو. قلت له والله ما اطلع لك، بس يعني انت مشفى العين والقلب، يعني المشفى للعالم، عم بخجل العالم لا تيجي عندي بس مشان المشفى. والله طلعت على البطاريه تبعه. بصراحة تفاجأت انه واحد جراء، يعني واحد من قلبية حط له بطارية بدها شحنة كثير عالية، يعني بالعادة العمر البطارية أكثر من 7 سنوات. بس هذا المريض إجا ما صار له شهر عمر البطارية ما بتتجاوز 3 سنوات. لأنه موقعها ما كان كثير كويس للمريض. الحالة الثانية اللي صارت معي بصراحة، هاي مريضة من القامش اللي اجت، كانت عندها استئصال صدري بجهة، وعندها حطوا لها 4 أسلاك بالوريد تحت الترقة. بصراحة بأي جهة ما بيصير غير تحط 4 أسلاك، يعني أكثر ماكسيمام تحط 4 أسلاك للبطاريات. يعني حطوا لها 4 واجت البطارية طالعة. قلت لها أي متى طلعت البطارية؟ قالت لي بارح. قلت لها كويس، هلا بنظف لك إياها، بسوي بجهز لك إياها جاهزة ندخلك على عمليات. قالت لي لا والله شو عم تحكي؟ قلت لها والله اذا بدك هلا بنظفها، اذا بكره بتيجي عندي ما بسويها، لانه النتائج يوم افضل من احسن يعني بعد يومين. انه انا هي شغلات مره يعني باوروبا ما بنسويها بصراحه. بس يعني لانه كثير جروح عظم القص والاجرين والايد وكل شغلات عالجناها، لهيك بنعرف هيك شغلات. هي كمان العائله كلها رفضت. شو سووا؟ راحوا على حلب قالوا له والله القلبية اللي حط لها البطارية، قال والله لازم طالع لك البطارية. إيه بس يا دكتور الجهة الثانية ما بصير نحط له، والله نطالعها ولازم نحط لك بالعملية وبدنا كم ألف دولار. تماما. يا والله. اجت عندي قلت له والله ما بسوي لك يا بقى. قال بدل الله بدل ما بعرف ايش. قلت له لا الله ولا شيء. بس والله راح الدكتور القلبية بصراحة هو زميل وإنسان كتير كويس وخدوم للمرضى. قال اجى عندي وترجعني. والله اجت نظفنا الجرح يعني بطريقة قديمة ما بيصير بصراحة. طبعا نظفنا له تجاوزات يعني. ايه حطينا لها يعني جيب جديد، الجيب القديم كله شو حطينا لها. الحمد لله يعني ما التهبت بعد البطارية، عالجناها شي شهر كمان بدواء الالتهاب حسب القوانين الأوروبية وشغلات هيك، ولهلا ما رجعت. واخر مره سمعت انه هي سوت عمليه كمان، عمليه القلب وما فتحت الجرح عندها شيء ولا. اي والله. وفي مريض ثاني كمان بصراحه سويت له نفس القصه يعني، بس هو كان متعاون اكثر يعني. اجى قال لي والله 3 ايام نظفنا له، حتى اعطيناه الدواء هالمريضين، اعطيناه الدواء بالعين والقلب، دواء المنظمات علاج كمان تبع الالتهابات الكثير كويس كمان بصراحه. ما رجع، بس اخر شيء توفى على الكورونا. يعني هاي طريقه قديمه يعني. اوسخ شيء العالم ما بتعرف انه لما بطاريه بتلتهب
لازم واحد يطلع السلك يطلع البطارية كده. بس نحن بهيك منطقة بصراحة العالم ما عندها كتير مصاري بقول لك. يعني قبل شي 5 6 سنوات كان البطاريات بألمانيا إذا صار فيها التهاب، أعتقد 5 6 سنوات لسه كان جاري، يبعثوا للشركة تنظفها تعقمها بتبعث لنا مرة ثانية. تماما. أيوة. هالإجراء كان كان متوفر بأوروبا. بألمانيا. هون ما في شركة يعني تعقمها. ما في وكالة. بالشام سألت إنه في عندهم شغلات، قال والله في عندنا الجهاز بنبعتها هيك بنسويها. وحتى سألت انت شو بتسووا بالميتين اللي عندهم بطاريات كم سنة؟ قال والله بنطلعها ونعطيها صدقة للمرضى اللي بيحتاجوها. تماما. يعني مو انه واحد يكبها. اكيد. دكتور عادل، الاجراءات اللي حكيتها هاي كلها هون هن يعني متوفرة عندنا بمشفى القلب والعين، عم تشتغلوا هون بمدينة القامشلي زرع البطارية. شو يعني شو الشيء اللي ما عم يخلوكم تشتغلوا، العثرات او العواقب اللي ما عم تخليكم تشتغلوا هالمواضيع هاي، يعني متوفرة هون عندنا بالبلد؟ والله اول ما جيت بصراحة استعجبت انه كان عم يزرعوا بطاريات بس بشغلة مو روتينية. يعني شلون بيجي المريض بيطلبوا له بطارية، بيحطوا له بطارية بالسلك بدون معايرة بدون شغلة. سألت وين جهاز المعايرة؟ قال والله ما في جهاز المعايرة. حكينا مع الشركة، بالعادة الشركة بتحط جهاز المعايرة بأي منطقة تماما، ببلاش، يعني ترويج البضاعة، ترويج للمنتج تبعهم. ايوه مشان تشتري تسيير بطارية. يعني. ايوه. نعم. حكينا ما اعطونا. قلت لهم يعني حرام واحد يحط بطارية بدون معايرة. إذا ما عندكم معايرة في طريقة قديمة كنا كجراحين كلاسيكية، بنحط الأسلاك على القلب ونعايرها إذا ما في نظم بعد العملية. هاي شغلة روتينية عندنا. إذا المريض ما عنده بنستنى شي 5 أيام كل يوم نقيس قديش يعني كمية الكهرباء معين يعني. إيه أسلاك تبع اللي بنحطها على القلب. هذا البطارية الخارجية يعني البيس ميكر الخارجية اللي عم يستعملوها يعني هون بس مشان يعني يحطوا بطارية مؤقتة، استخدمتها مشان معايرة الأسلاك. هاي علمت الشباب عليها. وبعد فترة والله حاولت مرة تانية أجيب الجهاز المعايرة، الشركة ما قبلت. شو سويت؟ شغلة بسيطة، اتصلت بألمانيا بالفرع الأساسي هناك، قلت لهم والله هيك القصة هون البروجا عنا نحن عم نشتغل بهذا المشفى وهيك شغلات بحاجة يعني بحاجة لجهاز المعايرة. مباشرة بعد 3 أيام بعثوا لي إيميل عم نحكي مع العميل تبعنا يعني المندوب تبعنا. تماما. المندوب مباشرة بعثنا الجهاز هون. هذا الجهاز المعايرة تبع المترونيك بصراحة موجود. هذا لكل الاستخدامات اللي موجود هون. والشغله الثانيه استعجبت انه الاطباء كلهم يعني بيشتغلوا وين يعني على جهاز القسطره القلبيه. قلت له هاي والله يعني حرام واحد يشتغل على جهاز القسطره القلبيه، تعب هيك جهاز مشان يحط بطاريه. علمت انه الجهاز القوسي. يعني هلا عم بحاول انه شلون عم بعلم الاطباء اللي بيجي عندي بصراحه عم بعلم. يعني في حتى شباب كوباني اطباء يعني طبيب عندنا علمته يعني صار مشكله هنيك مشان يحطها. وبعدين اذا ما في جهاز يقدر يبعث لنا نحن نعاير له اياها تماما. هاي شغلات. الشغله الثانيه اللي سويتها انه كل مشفى هلا فيه جهاز قوسي يقدر يحط بطاريات فيه، طبيب القلبيه. حلو. ايوه يعني حطيت البطاريات مشفى الرحمه، حطيت البطاريات مشفى الرازي، مشفى كل مشافي المتوفرة فيها قوسي، جهاز قوسي. يعني اي مشفى يعني بارها يعني غيرنا صادم وسي ار تي على بطارية عادية. مشفى وين؟ مشفى الكلمة يعني. كل جهاز قوسي متوفر خلاص تقدر تشتغل عليه تحط البطاريات. بس الشغلة اللي الواحد لازم ينتبه لها انه وضع البطارية مو مثل استخراج البطارية. استخراج البطارية لازم يكون بإيد جراح متمكن بيعرف شو بيشتغل تماما. ايوه لهيك لازم يكون على غرفة العمليات جاهزة حسب نوع البطارية، حسب مدة الأسلاك اللي موجودة فيه. يعني قديش ما في إدم بصراحة مشان نتجنب الكومبليكيشن يعني المضاعفات. عم نحاول نسوي شغلات بسيطة قديمة مو متوافقة مع الجايد لاين تبع البيس ميكر تبع السي ار تي تبع الديفي، بس مشان تتلائم بهالمنطقة. أكيد تماما. يعني والفترة القريبة بصراحة هيجي أجهزة يعني البطاريات في إلى شركات كتير، في إلى مترونيك، في بايترونيك، في بوستن ساينتيفيك، في ميكروبورت، يعني في سنجود. عم بحاول كل فترة يعني أجيب جهاز من الشركة مشان إنه في عنا مرضى مو كل واحد مترونيك عنده. وإذا صارت الأجهزة هون حتصير منافسة بين الشركات وحتى انخفض الأسعار هون يعني مثل أكيد. الشام يعني بالشام صراحة الأسعار أرخص من هون تماما. وموضوع الأسعار مهم جدا للمواطنين يعني. مهم والله. أكيد. صراحة يعني حاولنا إنه نخلي
المشفى العين والقلب تستلم 25 بطارية على الموافقة بسيطة بنص القيمة. بصراحة ما مش الموضوع معنا بألمانيا مشان نخدم حقيقة هالمرضى والله. حابب يعني سلط الضوء على هالنقطة هاي. جهود الدكتور عادل من بداية تأسيس مشفى القلب والعين، جهوده يعني مشكورة كتير، كان هو من الأطباء يعني السباقين بجلب الأجهزة وتأسيس أو تخديم قسم جراحة القلب. جهوده مشكورة كتير من بداية يعني افتتاح مشفى القلب والعين. طبعا جهودكم مشكورة جدا دكتور، ولا زال ناوي أنه يستمر بهالخدمة هاي. مجيئه فقط من دولة ألمانيا ويعني مكسو أو يعني خدمته لأبناء بلده، ويعني أخذ القرار أنه يضل هون، هاي بحد ذاتها مشكورة كتير هاي جهودكم. دكتور، زرعتوا البطارية وخلصتوا المريض والمريض تخرج، في يعني توصيات معينة لكل عملية جراحية، في توصيات من الدكتور من الطبيب أنه لحتى يتمم العلاج أو يتمم استمرارية البطارية، شو هي التوصيات؟ توصيات، أول شيء توصيات مباشرة بعد العملية إنه المريض يقعد هيك الشكل هذا، يعني لا يرفع إيديه بشكل يعني أكثر من مستوى الرأس بصراحة. أيوة. هاي شغلة كتير مهمة، لأنه السلك موجود بين عظم الترقوة والأضلاع. نعم. عم يمر بيناتهم، ممكن يعني بكل سهولة حركة زايدة لسه السلك ما مثبت على القلب ممكن ينفلت. شغلة تانية انه نحط له هيك مثل زنزك، يعني سيروم، كيس سيروم نحطه بشي كم ساعة مشان ما يصير هيماتوم، ما يصير تجمع دم على العلاقات هيك شغلات. وشغلة ثالثة يعني نراقبه أول يوم الثاني نراجع نسوي البرمجة تبعه. ويبقى ما يرفع ايده شيء مدة شهر بصراحة. إذا عنده أدوية مثلا هي شغلات مثل ماركومال، وارفارين، يا أسبرين، بلافكس، حل الأدوية لازم ننظم له إياها. هاي التوصيات مباشرة. توصيات الشغلات الثانية بصراحة يتابع حالته بعد شهر يرجع مشان نسوي له برمجة البطارية، لأنه البطارية لما بتيجي في عيار يعني شحنة بتعطيه بتبلش فيها البطارية هي 3.5 فولتاج. تماما. فولت يعني. هاي 3.5 بتخلي مدة البطارية بصراحة كتير كتير قصيرة. بتنقص يعني بتنقص البطارية حسب المريض. بقى في مريض بيحتاج البطارية 100%، وفي مريض بيحتاج البطارية 5%، وفي مريض 20-30 حسب هاي حاجة المريض. بقى هاي البرمجة انه نخفض له هالفولت كتير كتير بعد شهر. ليش بعد شهر؟ مشان انه تصير ندبة، وهالندبة بتقيس الجهاز بيقيس انه هل بدنا هاي اصغر كمية، بدنا هاي بقى نرفع كمية الشحن اللي عم نعطيها مشان معايرة. ربما هاي بسموها معايرة، برمجة يعني معايرة. تماما. هاي المعايرة سوينا المعايرة بقى كل سنة يجي يرجع مرة واحدة بصراحة. هالسنة لما بيرجع قبل ما يجي طبيب على طبيب الجراحيات طبيب القلبية، إذا إجا عنا على طبيب القلبية ما في مشكلة، لازم نسوي له تخطيط قلب، صورة صدر، نعم، إيكو قلب. تخطيط قلب بس مشان تأكيد إنه كل شيء يعني هيك يعني ماشي، تغييرات النقص تروية. صورة الصدر ليش؟ يعني صورة الصدر مشان الواحد يشوف الأسلاك، موضع البطارية بذاتها. يعني مرت شيء قبل 3 أشهر عندي مريض لما كنت بالعين والقلب، إجا عندي مريضة دكتور استعجب من صورة الصدر. قلت له هلا فرجيك صورة الصدر، لأنه أنا شفت البطارية بدل ما تكون يعني تحت الترقوة صارت بالثدي تحت يعني عند المريضة يعني. هاي زرعة مشي بالشام كان قبل سنتين ما بعرف هيك. صورنا لها الصورة، كان عندها سلكين، البطارية نازلة عم تسحب الأذين لفوق يعني. ايوه بصراحة هاي ما بتسوي ألم بس مزعج يعني. بأي فترة ممكن هذا السلم يروح محله، إنه السلكين فيهم طولين مختلفين. أكيد وظيفة القلب أكيد يعني. أيوة الإيكو مشان نطلع على وظيفة القلب صراحة، إنه في قصور قلب بسبب البطارية يعني. إذا في عنا مرضى عندهم قصور قلب وعندهم النظم الجيبي بنحط لهم إياها سلكين صراحة. إذا ما عنده النظم الجيبي بنحط سلك واحد. بقى السلك الواحد بصراحة له يعني له ضرر على القلب. لأنه وظيفة الأذين إذا راحت 25% من الدم ما بقى تروح بكل سهولة للبطين. هاي 25% مع مرور الوقت يعني إذا الأذين ضربوا البطين لسه ما فتح يعني حيتضارب، حيصير قصور قلب، حيصير توسع أذيني، حيصير كتير شغلات بالقلب. لهيك نراقبها بالإيكو. يعني إيكو ضروري بكل سنة مرة والله.
تمام. والالتهاب الشغله اللي مهمه اللي بدنا اياها من المرضى بصراحه، كل مريض يعني في مرضى نحاف عنا يعني ما عندهم غير الجلد وشويه يعني عضلات. هاي بنحطها هاي بصراحه بنحطها تحت العضله، مرات بنحطها يعني تحت على العظم مباشره. تماما. هدول اذا صار معهم احمرار يا ترقق الجلد لازم قبل ما ينفتح الجلد يصلوا عنا ويخبرون مشان نغير الموقع. مرضى بصراحه الضعيفين الهزيلين إيه هاي الضعيفين الهزيلين، في ناس هيك بتحطها تحت الجلد هيك عندهم 20 كيلو شحم على الصدر ما فيها في حمايه. ايه بتحط تحت الشيء ما في حمايه فيك. اما الضعفاء والهزيلين والله في يعني مرضى يعني بصراحه في يعني نحاف كثير يعني. تماما. يعني مرات اخاف احط يعني ايدي وادخل بالصدر يعني على الرئه. تماما. للاسف اكيد. طبعا في واحد يقدر يغير موقعه لمكان ثاني، يعني يحطها بالبطن يحطها بشغله، بس هدول بدهم اسلاك طويله صراحه. اسلاك اطول. تماما. ايوه. دكتور، شو هي التطورات اللي لاحظتوها من لما اجيتوا على المنطقة؟ لا تحكي لنا هيك بشكل عام عن موضوع جراحة القلب وموضوع البطاريات ومجيئكم والشغلات اللي قدمتوها انتم. حابب يعني انا حابب تحكوا لنا عن هالموضوع هذا. بصراحة أنا صار لي سنتين يعني لما جيت كان في مقاومة كتير يعني خاصة من الأطباء إنه نفتح جراحة القلب هون. هاي فتحنا جراحة القلب. بصراحة كان في مقاومة كتير نجيب أجهزة يعني. هلا بقول لك إيكو عبر المري دخلت المنطقة يعني دخلتها عملناه بالمنطقة. في الشام والشرق الأوسط ربما يعني. أي هلا من هون للشام تروح ما في إيكو عبر المري غير بالشام. تماما. ما بعرف إذا بحلب موجود. في أجهزة تانية للأسف لسه ما دخلت بالاستخدام يعني. أجهزة ما موجودة بالشام يعني. أحدث أجهزة يعني بصراحة قسم منها موجودة بالجهة بالعين والقلب يعني. حضرتكم جلبتوها دكتور؟ ايه والله طريق الإدارة يعني دفعتها ونحن جلبناها للمنطقة لأنه كتير خاصة هاي مشان يعني حاولنا نفتح عيادة نظم القلب العين والقلب صراحة. فشلت على الإدارة مو فشلت علينا. تماما. لا تأخذونا. هاي العتب على الإدارة طبعا. ايه حاولنا نفتح عيادة نظم القلب غير الجراحة لأنه هاي كل أقسام متكاملة يعني. طبعاً. بدك كجراح قلب صراحة يعني ما بدك يعني بس تفتح لازم تعرف الإيكو، لازم تعرف إيكو عبر المري، تعرف البطاريات، تعاير البطاريات، كل شغلات متكاملة يعني. عم نحكي عن البطاريات، طيب شو دخل الإيكو بالبطاريات؟ إذا حطيت البطارية السلك عم يمر عن صمام ثلاثي الشرب، هذا الصمام شلون ما كان هالوريقة خاصة الوريقة السبتال وريقة شو بيسموها بالحاجزية ما بعرف شو اسمها بالعربي. هاي بتلتصق بالسلك ويصير قصور يعني. هالمريضة اللي حاطة 4 أسلاك صار عندها قصور شديد بالصمام الثلاثي الشرف. طبعا على حساب شيء ثاني. ايوه. لهيك يعني ايكو عبر المري ليش يعني بنحكي موضوع البطارية ايكو؟ لانه هل البطارية اذا صار معها التهاب ممكن يكون بالجيب اخف شيء واحد يشيل البطارية ويكبها مع السلك وشغلات والالتهاب يصير بالقلب. هذا الالتهاب القلب حسب كبر هل فيجيتاسيون شو بيسموه والله ما بعرف بالعربي. شغلة هيك مثل عقد يعني التهابية بتصير على الكابل. وراها مرات واحد ما يشوفها بالايكو العادي، لازم يسوي ايكو عبر المري ويشوف هالعقد قديش كبرها 1.5 2 سنتي اقل من 1 سنتي حسب هالكبر بقى واحد يقرر العلاج. هاي الشغلات كلها متكاملة يعني. جهة يعني معايرة يعني في تخطيط القلب ل 11 يوم مشفى العين والقلب يعني. هلا استعجبت ما عم يستخدموه وما عم يحطوه موجود بس بيحطوا لنا ايكو عبر المري ما بيسوي ايكو عادي. رغم انه التشخيص يعني ربما راح يفرق يعني كثير. بصراحة استعجبت انه كم مرة عم ببعث المريض يعني المريض مساكين يعني بصراحة العين والقلب مشفى كثير كويس للمدنيين يعني والفقراء يعني كثير كويس. هاي الغاية المشفى. عم نبعث مرة خيو حطوا لنا عنا هذا التخطيط ل 24 ساعة يعني. اللي يعني جهاز من 24 ساعة ل 8 أيام يعني. حطوا لنا أخي بس مشان جهاز نقال جهاز المريض نقال مع تخطيط مع مبر يعني. أحسن شركة هي شركة شيلا يعني موجودة. قلنا حطوا لنا المريض يا أخي خذوا الشغلات هيك ما يعني موقع في جهاز يعني. هالشغلات كلها متكاملة يعني. القلب والصدر والقلبية كجراحة القلب والقلبية والصدرية كلها متكاملة يعني. قسم متكامل بصراحة. تمام. يعني ما تقدر تترك شغلة وتحط الشغلة الثانية. هلا بأوروبا في تحت الاختصاصات. هلا أنا يعني أقدر أسوي اختصاص
الكتروفيزيولوجي باوروبا كجراح، وكقلبيه كمان يسوي الكتروفيزيولوجي. قديش في تقنيه القلبيه بيتغلب على الجراح، بس يبقى الجراح عنده لاخر شيء. تماما. ايوه. هلا باوروبا بصراحه لما رحت على المركز الالكتروفيزيولوجي بمدينه بريمن، كان عم بتعلم عند طبيبه يعني هي قلبيه. والله استعجبت شلون عم تفتح الجرح. لهلا ولا واحد طبيب قلبيه عم يفتح الجرح، عم يجيب مساعد جراح يا عم يجيب طبيب جراح معه عم يفتح له، هو عم يحط الاسلاك. حلو. هاي شغلات يعني حاولنا انه نقول له تفضل يا اخي سوي جرح، سوي هيك شغلات مشان تسويها لحالك. لهلا يعني هالخدمه هي ما دخلت يعني. تمام. والشغله اللي يزعجني بصراحه قبل كم يوم اتصل فيني واحد فني قسطره ما بعرف منين كان، عم يسالني عن البطاريات. قلت له والله ما عم بيبغى خير، والله انا كمان بحط البطاريات. والله ما بعرف يعني لما قلت لا تواخذني للاسف يعني يعني شغله بستعجبها يعني. هذا اختصاصي قلبي يعني، القلبيه ما بيسترجوا يدخلوا فيه الا يتعلموا. بيجي فني قسطري بيقول له انا كمان بحط لي بطاريه. ولا لما كنت بالعين والقلب اجى ممرض هيك يعني كان مسؤول، انا كمان اسوي عمليات القلب، جراحة القلب. قلت والله بكسر اجريك ما حخليك تدخل العمليات كمان اذا فتحت تمك هيك. للاسف يعني لازم هاي تعدي على المهنه او ايه هالتعدي على المهنه بصراحه موجوده كثير هون يعني. وصلت لمرحله جراحه القلب يعني للاسف. هاي يعني وزرع البطاريات. زرع البطاريات. واحد فني بيقول لي يعني طبيب القلبيه، يعني في اطباء كثير قلبيه محترفين بصراحه بيقولوا بنتعلم يعني شغله، وفي اطباء بيطلعوا ورا ظهري بيقول تعلمنا. طيب تعلمت بس بدك تعرف نوع المرض القلب مشان تعاير البطاريه. في مرضى ما بيصيروا يضربوا، هلا في مرضى ما بيصيروا يضربوا اكثر من 80 90 مشان ما يصير وزن ريال. في مرضى لازم ما يضربوا اقل من 70. هاي كلها بدها يعني تكامل معينه، معايرات معينه. هي معايره مو للسلك لوحده، معايره للمرض كمان. برمجه البطاريه حسب المرض. وهذا التكامل وين موجود بين الجراحه القلبيه والقلبيه وطبيب القلبيه. تمام. اذا هو عاير ولا الجراحه القلبيه عاير، اي واحد يعاير لازم يعرف قصه المرضيه ويكون شو النوع يعني بعد المرض عند المريض. تماما. حتى العمر كمان بيفرق دكتور. العمر يفرق يعني. تماما. دكتور حابب نختم لقائنا بشوية نصائح من عندكم، أو ما تحبوا أنه لسه حابب تحكي شيء عنه، فرح أترك المايك لعندك. أي شيء حابب تحكي ما كان صار معنا فرصة لتحكي عنه، رح أترك المايك لكم دكتور. تسلم والله. يا ريت مشفى العين والقلب بيجيب بطاريات مثل مشفى الدهوك. بصراحة مشفى الآزاديب دهوك هذا المشفى بيتكفل بالبطاريات. يعني سعر البطارية كتير غالي بكردستان، قبل المشفى هنيك بيتكفل فيها بياخذ ربع القيمة. يا ريت هاي الشغل اللي بدي اياها من مشفى العين والقلب. ويا ريت يكون اللي يتعلموا يحطوا بطاريات يعني يحطوها بشكل يعني مهني يعني مو اكثر. والله مو مرة مرتين شافها وبحطها. هاي شغلة ثالثة. واتمنى كل مريض يعتني بحاله ما يصير معه التهاب. واذا صار التهاب يعني واحد بسرعه يستجيب يعني تمام. يروح عند الطبيب، يا المعالج طبيب القلبيه يا جراح اللي حط له البطاريه، يعني حسب المركز اللي هو حط فيه البطاريه. واتمنى كثير يتعلموا مشان ما تصير يعني يموت مريض بسبب نظم قلب. يعني هاي شغله يعني مؤسفه جدا يعني. نعم. بنهاية اللقاء الممتع جدا والمهم كتير دكتور عادل حسين، اخصائي بجراحة القلب وأوعية الصدر، ألف شكر لحضوركم للإذاعة وعلى هالمعلومات القيمة. شكرا لكم دكتور. أنا كمان بتشكركم، يسعد مساكم مرة ثانية. شكرا كتير لكم. بتمنى تكونوا استفدتوا من هاللقاء الممتع والشيق مع الدكتور عادل حسين، اختصاصي بجراحة القلب وأوعية الصدر. كنت معكم أنا عماد خلف من وراء الميكروفون. للأسبوع القادم حلقة جديدة وضيف جديد. تضلوا بخير وسلامة.